تعالوا بقى نسيبنا هنا من المعجنات شوية، نركنها على جنب كده ونعمل بقى أكلة حرشة كده كلنا بنعشقها وبنحبها. بس في ناس ما بتحبش تقرب منها لأنها يقولك ده كبدة فراخ. تعالي بقى أنا هعملك النهاردة كبدة الفراخ بطريقة الكبدة الاسكندراني، بطريقة تحفة زي كبدة الفلاح بالظبط، بس هنعملها كأنها انتي قدامك دلوقتي كبدة بلدي، مش كبدة فراخ ولا أي كبدة ولا أي نوع كبدة تاني. استني معايا الفيديو للاخر كده وهتاكلي احلى طعم، احلى من المطاعم، بحاجه حلوه قوي هتعجبك وهتعجب ولادك وهيطلبوها منك على طول. انا من الناس اللي ما كنتش بحبها خالص، بس الطريقه دي بصراحه انا معتمداها بقالي 3 سنين بعملها وما بغيرهاش، ومن ساعتها ولادي بيعشقوها. خليكي معايا على الفيديو كده ونشوف. وصلي على النبي الاول وقولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وندخل كده نشوف الفيديو وشوفي التكات اللي انا هقولك عليها هتخليك. اول حاجه هنا طبعا انا جايبه كيلو كبده فراخ، غسلتها شطفتها شطفه حلوه ونقعتها الاول بالدقيق والملح والليمون لمده ساعه، وبعدين اشطفها شطفه كويسه تحت الحنفيه كده لو صفي ميتها خالص. وبدات هنا وهي بتصفي بقى ميتها عملتها شرايح بالمقص طويله عشان اقربها من الكبده الاسكندراني او الكبده بتاع الشارع اللي انتوا بتحبوها. طبعا هنا جبت بقى اعمل دقه، هنا جبت راس توم واربع قرون فلفل عادي رومي اللي هو الحلو، وواحد بس حامي، فلفل احمر على اخضر كده. اعملي التشكيله بتاعتك. وبدات هنا احط منها على الكبده. اهم شيء التتبيله اللي انت شايفاها دي اللي هتودي لك الكبده في حته تانية. طبعا هحط معلقه فلفل اسود، معلقه كزبره ناشفه، معلقه كاري، صدقيني الكاري بيدي طعم حلو قوي للكبده، نص معلقه قرفه، جنزبيل نص معلقه، معلقه كمون. وابتدي قلبي كل التتبيله العسل دي في قلب الكبده وسيبيها لمده ساعه او ساعتين على الرخام تشرب بقى من التتبيله. مش هنعملها دلوقتي خالص، يعني اول ما تقومي من النوم كده لو انت جايباها بدري اعمليها، والله لو جايباها من بالليل وعندك في قلب التلاجة تبليها وخليها جنب اللمبة في التلاجة كده، وتاني يوم اشتغلي فيها. كل ما بتقعد في التتبيلة كل ما بتديك الطعم اللي هو التحفة اللي انت يعني ما تجربيها انت هتعرفي السر اللي انا بقولك عليه. طبعا دي كبدة صافي ما فيهاش قوانص ولا الكلام ده ولا اي حاجة تانية. حتى وابتدي بقى هنا احط على التتبيلة ليمونة، اعصريها هنا واركنيها بقى في جنب. بعد ما يعدي عليها ساعتين هبتدي بقى اشتغل فيها. مش هتاكلي احلى من السندوتش اللي انت هتشوفيه دلوقتي، والريحه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، جميله جميله جميله. انا مش قادره اوصف لك لان انت لما هتجربي انت هتتاكدي من اللي انا بقوله. طبعا جبت هنا معلقه سمنه بلدي كبيره، عايزه تبدلها بسمنه نباتي عادي، بس انا الكبده بحبها بالسمنه بصراحه بتدي طعم حلو عن الزيت. وبدات هنا اما السمنه تسخن خالص انزلي بالكبده عليها وسيبك وما تقلبيش بقى، لان الكبد طبعا معروفه ان هي هنقول روحها قصيره بتتهري بسرعه. سيبيها بقى على النار لغايه ما تتشرب السوائل اللي فيها بسرعه، وعلى نار عاليه، ما توطلهاش النار عشان ما تنزلش سوائل في الحله او الطاسه بتاعتك. في الوقت ده بقى جبت بصله ودعكتها بفلفل اسود وملح بسيط وحبه خل، وجبت هنا بقدونس وحضرت الارضيه بتاعت الكبده كده اللي انا هحط عليها الكبده بتاعتي. جبت هنا بقى بصله كبيره خرطتها حلقان صغننه انصاص كده. واخر حاجه لما الكبده بدات تدخل في السوا حطيت هنا البصله، لان البصله عايزاها تدبل بس مش عايزاها تستوي قوي. وبدات هنا احط بقى معلقه خل في الاخر واقلب واطفي. هنا جبت بقى هنا عيش طويل وحطيت برضو من البقدونس والبصل فيه. انا عاوزه اقربها لاولادي زي سندوتشات اللي بره، هما بيحبوا السندوتشات بتاعت كنت في اسكندريه يعني من سنتين كده، وهم حابين السندوتشات بتاع الفلاح، فانا حبيت بقى اقربها لهم منهم. والله اطعم واحلى وبصوا طعمها تحفه، بس جربيها بالطريقه دي صدقيني هتعجبك قوي. وانا عارفه ان انتي لما هتشوفي الفيديو ده هتقومي وهتجربيها وهتعمليها ومش هتسليها. واهم شيء بقى تصلي على النبي تقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، وتكتبي لي بقى كومنت حلو يشجعني انزلك بفيديوهات زي دي. وما تنسيش اللايك الجميل بتاعك عشان الفيديو كله يستفاد منه. واشوفكم